ببلش الفيلم قبل 17 سنة على جزيرة اسمها سانت هوبر، وبتكون الجزيرة عليها مختبر أبحاث بعدلوا فيه الجينات الخاصة بالديناصورات. وبالمختبر بنشوف عالم داخل للمعمل وبتفتح له زميلته، بس بعد ما بيدخل بنلاحظ إنه صار عطل بباب داخلي جوا المعمل وما بسكر، وبتشتغل ساعتها صافرة الإنذار وكل اللي بالمختبر بيهربوا بسرعة، بس باب المعمل بسكر على واحد منهم وبتحاول زميلته إنها تفتح له الباب، بس بتوقف وهي مصدومة لأنها بتشوف ديناصور بيظهر ورا زميلها المحبوس. وزميلها بستنجد فيها وبطلب منها تفتح له الباب بسرعة، بس هي بتكون خايفة وبتعتذر له، والديناصور ساعتها باكله. وبنروح لوقتنا الحاضر وبنعرف إنه مرق 32 سنة من بعد ما رجعت الديناصورات للحياة، والديناصورات موجودة بمنطقة جزر عند خط الاستواء، والحكومة مانعة أي حدا يقرب من هناك. وبنشوف كريبس وهو بسيارته وبكون الطريق أزمة، وبتكون معاه زورا بالسيارة، وبنعرف من كلامهم إنه كريبس عنده شركة خاصة لتطوير الأدوية، وإنه بده يعمل مهمة سرية للجزر الاستوائية ويجمع عينات من دم الديناصورات، ورح تقدر شركته من خلال عينات دم الديناصورات تطور الدواء اللي بتنتجه. وبنعرف إنه في شخص رشح له زورا لهالمهمة لأنها كانت من قوات العمليات الخاصة. ولما بتسمع زورا إنه بده يروح للجزر الاستوائية ما بتكون مهتمة وبتنزل من السيارة عشان تمشي، فبينزل وراها كريبس وبحاول يقنعها وبفهمها إنه بده يجمع عينات دم الديناصورات عشان يطور دواء يساعد الناس. وبتظل زورا مش مهتمة لحد ما بتسمعه بيحكي إنه رح تاخد مكافأة من وراها المهمة، فبتسأله قديش المبلغ رح يكون، فبحكي لها إنه المبلغ رح يكون فيه 7 أصفار ورح تقدر تعيش باقي حياتها غنية مقابل إنها تروح معاه على المهمة. فبتوافق زورا فوراً، وبعدها بيروح لمتحف الديناصورات وبيحكوا مع هنري، وهنري بيكون دكتور خبير بالديناصورات وبكون بيعرف بالمهمة لأنه كريبس حكاله عنها قبل هيك. وبشرح هنري لزورا غرض المهمة وبحكي لها إنهم رح يجمعوا 3 عينات من 3 أنواع من الديناصورات، وهم الديناصورات البحرية والديناصورات أكلة النباتات والديناصورات اللي بتطير. والعينات اللي رح يسحبوها رح يستخدموها بتطوير الدواء اللي بتشتغل عليه شركة كريبس. ولأنه المهمة سرية فكريبس بده إياهم يروحوا لحالهم من دون جيش أو أفراد أمن ثانيين. ولما بسمع هنري إنه كريبس بده إياه يروح معاهم بستغرب لأنه كان مفكر إنه باخد رأيه بالمهمة مش أكثر، وطبعا ما بيكون موافق لأنه الموضوع خطير. فبتحكي معه زورا وبتحاول إنها تقنعه، وبتحكي له إنه بحياته ما شاف ديناصور حقيقي عن قريب، وهي مغامرة ما بتصير إلا مرة بالعمر. ولأنه هنري شغوف بالديناصورات كثير فبوافق يروح معهم. وبعدها بيروح لمكان الشخص الرابع اللي هو دانكان وبيحكوا معاه عن المهمة، ورغم إنه دانكان كان موافق قبل هيك بس بتراجع وبرفض وبحكي لهم إن المهمة خطيرة ورح تشكل خطر على حياتهم. فساعتها زورا بتحاول تقنعه هو كمان عن طريق إنها بتستفزه وبتحكي له إنه هي اللي رح تأمن سلامة الفريق بداله إذا ما راح وطلع جبان، وبتنجح إنها تخلي دانكان يوافق بس بشرط إنهم يروحوا بمركبته وكمان ينضم إلهم مساعده بوبي. فبيوافق كريبس وبعدها بجمعوا الفريق وببلش المهمة بالمركب بالمحيط، وبنشوف معاهم قبطان المركب ومساعدته نينا. وبغرفة القيادة بعرفهم كريبس إنهم رح يروحوا باتجاه الجزر عند خط الاستواء، وبورجيهم بوبي سلاح فيه سموم عصبية ورح يستخدموه للدفاع عن نفسهم إذا هاجمت عليهم الديناصورات. وبحكي هنري ساعتها إنه مش غرضهم إنهم يموتوا الديناصورات، فبوبي برد وبحكي إنهم مش رح يستخدموا السم إلا إذا اضطروا يدافعوا عن نفسهم. ومع هيك هنري ما بيكون مرتاح وبنسيبهم وبنروح لمركب ثاني بالمحيط وبتكون عليه عيلة بتعمل رحلة بحرية، وبنتعرف على الأب روبن وهو بيحكي مع بنته إيزابيل، وبتطلع بنته الكبيرة تريزا بعد ما صحت من النوم وبطلع وراها حبيبها خافير. بعد شوي بتلاحظ تريزا إنه في مخلوق إله زعانف بظهر بالمي، وبيكون المخلوق هو ديناصور بحري وبيصطدم بالمركب تبعهم وبيقلبه بالمي، فبيمسكوا بالمركب المقلوب وبقعدوا عليه وبيبعثوا رسالة نجدة باللاسلكي عشان أي سفينة قريبة منهم تسمعهم. وثاني يوم الصبح الفريق بيسمع رسالة الاستغاثة على الراديو وبيعرفوا إنه مكان هالعيلة على بعد أميال منهم، وبتناقشوا سوا. ووقتها كريبس وبوبي ما بيكونوا بدهم يغيروا اتجاههم ويروحوا ينقذوا هالعيلة، وبحكي لهم كريبس إنه أكيد في حدا غيرهم رح يسمع رسالة الراديو ورح يروح ينقذهم، بس زورا بتحكي له إنهم لازم يساعدوا هالعيلة ويروحوا لهم. وساعتها دانكن بياخد القرار وبقرر إنهم رح يروحوا ينقذوهم، وبنروح للعيلة وبكونوا لساتهم قاعدين على المركب، ولما بشوفوا مركب الفريق بقرب منهم بفرحوا كتير لأنهم أخيرا أجا حد ينقذهم. وبعدها بغرفة القيادة على المركب بيعرفوا منهم إنه ديناصور بحري هاجم على المركب تبعهم، وبسمعوهم وهم بيحكوا عن المهمة تبعتهم اللي رح يعملوها بس ما بيكونوا فاهمينها. فكريبس ما بوضح لهم شو طبيعة المهمة وبحكي لهم إنهم رح يروحوا على الجزيرة يجمعوا شغلات من هناك ويرجعوا. وقتها الديناصور البحري بعوم جنب المركب فبيشوفوا إنها فرصة مناسبة وبستعدوا عشان يجمعوا منه أول عينة.
وبتطلع زورا السلاح اللي فيه الإبرة عشان تصوبها عليه، وبتضل تستنى لحد ما بيقربوا منه مسافة 10 أمتار عشان تضربه. وبتضرب أول إبرة بس ما بتصيبه، فبتطلب من هنري يجيب لها إبرة ثانية. فبيجيب لها هنري الإبرة وبركبها بالسلاح، وبهاللحظة الديناصور بيقرب منهم، فبتضرب زورا الإبرة عليه وبتصيبه. والإبرة بعد ما بتجمع العينة بترتد وبتطير بالهواء وبمسكوها، وهيك بكونوا جمعوا أول عينة وبكونوا فرحانين كثير. بعدها بحكي هنري مع زورا على انفراد، وبحكي لها إنه شركة كريبس بعد ما تجمع العينات وتطور الدواء ما رح تخليه لكل الناس، بس رح يكون للأغنياء اللي معاهم مصاري. فبتحكي زورا إنها ما فكرت بالموضوع، ومش دورها أصلا إنها تفكر فيه أو تهتم فيه، وكل اللي بدها إياه إن المهمة تخلص وتاخذ مصاريها. بعد شوي بشوفوا ديناصور من نوع ثاني بعوم حوالين المركب تبعهم، وساعتها بوبي بضرب عليه رصاص عشان يبعدهم رغم إنه ما في داعي يعمل هيك. فبيهجم عليه ديناصور من المي وباخده معاه للمي وبموت، فبيزيدوا سرعة المركب باتجاه الصخور لأنه الديناصورات بتلحقهم. وبكون دان كان بده يوصل بالمركب للمي الضحلة عشان الديناصورات ما تقدر توصل لهم، بس بنفس الوقت الصخور ممكن تخبط بالمركب ويغرقوا. وساعتها روبن بطلب من بنته تريزا تدخل لغرفة القيادة بسرعة وتبعث باللاسلكي رسالة استغاثة، بس كريبس بروح وراها وبمنحها لأنه هاي رحلة سرية وما بدهم حدا يعرف عنها أي إشي. وبتحاول تريزا تبعده عنها، فبتتزحلق لورا وبتمسك بإيديها بالمركب قبل ما توقع بالمي، وبتنادي على كريبس عشان يساعدها بس هو ما بتحرك. وبشوفها روبن أبوها وهي بتقع بالمية، وخفير حبيبها بنط على طول وراها بالمي عشان ينقذها. وبعدها روبن بنط مع بنته الصغيرة إيزابيل لأنه المركب بكون رح يتحطم بسبب الصخور، وبنطوا كلهم بعدها من المركب. أما دانكن فبيضل سايق بالمركب لحد ما وصل للشط، وبنفس الوقت بيكون خفير مع حبيبته تريزا بالمي وبتحكي له إنه كريبس حاول يموتها على المركب. وبيلاقوا أبوها روبن وأختها إيزابيل وبتجمعوا. بهالوقت بوصل كريبس للجزيرة، وبتوصل زورا مع هنري وبكونوا نجوا من هجوم الديناصورات. وبعد شوي على الشط بهجم ديناصور على نينا مساعدة القبطان وبكلها وبخدها للمي، وبكون دان كان مصدوم وهو شايفها بتموت. وبنروح لعائلة روبن وبدخلوا مغارة بالجزيرة وبشوفوا إطلالة الجزيرة اللي بتكون حلوة كثير. أما كريبس فبيعرف الفرقة إنه جزيرة هاي اسمها سانت هوبر، وكان عليها مختبر سري بطوروا فيه جينات الديناصورات، بس التجربة طلعت عن السيطرة والديناصورات هربت من المختبر. فقررت الحكومة إنهم ينسحبوا من الجزيرة ويتركوها للديناصورات تعيش عليها. وبكونوا متضايقين من كريبس لأنه ما حكى لهم عن الموضوع هاد قبل الرحلة وخباه عليهم، بس زورا بتصمم يكمل المهمة عشان تاخذ المكافأة، وبتحكي لهم إنه ما في أي داعي إنهم يترددوا، وبتتحرك لحالها عشان يروحوا وراها ويجمعوا العينتين اللي ضلوا. وبعدها بفترة وهم بيتحركوا على الجزيرة بسمعوا صوت ديناصورات، وبتظهر ديناصورات كبيرة أكلة نباتات، فبتستعد زورا وهنري عشان يصوبوا الإبرة عليهم. ولأنه هنري بيعرف إنه الديناصورات هاي مش مؤذية بيقرب منهم وبلمس رجل ديناصور، وبكون منبهر لأنه لأول مرة بلمس ديناصور حقيقي في حياته. وبتصوب زور الإبرة على الديناصور وبتجمع الإبرة العينة وبترتد بعدها وبتطير وبمسكها دانكان، وهيك بكونوا نجحوا يجمعوا العينة الثانية وما ضل غير العينة الثالثة واللي المفروض راح تكون من الديناصور اللي بيطير. وبنرجع لعائلة روبن وبكونوا وصلوا مكان على الجزيرة، وبتشوف تريزا مركب متعطل على الناحية الثانية، فبتقرر تعدي وتروح له يمكن تلاقي في إشي يساعدهم. بس وهي هناك بتلاقي ديناصور نايم، فبتحاول ما تعمل أي صوت وبتدخل لكابينة المركب المتعطل وبتلاقي فيه قارب مطاطي، فبتطلعوا معاها وبتسحبوا باتجاه المية وهي خايفة لأنه أي صوت ممكن يصحي الديناصور اللي نايم. ورغم إنه أبوها وحبيبها خفير بيأشروا لها ما تفتح القارب المطاطي، بس تريزا بتفتحه، وطبعا بيعمل القارب صوت، وبتلاقي ساعتها إنه الديناصور اختفى. وبعدها بشوي بيظهر الديناصور وهو بيشرب مي، فبتتحرك تريزا بالقارب وبتروح لهم وبركبوا معاها وبيجدفوا بسرعة عشان يبعدوا عن الديناصور، بس هو باخد باله منهم وبروح وراهم بالمي عشان يلحقهم وبقلب القارب فيهم، فبيعوموا مع الطيار وبيقدروا يتجمعوا تاني. بس إيزابيل بتكون مختفية وبسمعوا صوتها وهي تحت القارب المطاط، وبكون القارب بهالوقت رايح باتجاه الديناصور، والديناصور بيرفعوا بتمه، فبيفكروا ساعتها إنه إيزابيل ماتت. بس إيزابيل بتظهر بالمي وبتعوم مع الطيار باتجاههم، وبيحاول الديناصور إنه يلحقها وياكلها، بس على آخر لحظة بتوصل لهم وبتعدي من بين الصخور، والديناصور ما بيعرف يعدي فبتركهم وبيبعد. وساعتها القارب المطاطي بيظهر قدامهم من تحت المي، فبكونوا فرحانين لأنهم نجوا من هجوم الديناصور، وكمان القارب لسه معاهم. وبنرجع للفرقة وهم طالعين لمكان عالي عشان يضربوا الإبرة على الديناصور اللي بيطير، وبيستخدموا حبل عشان ينزلوا للمكان اللي فيه الديناصور. وجوا وكر الديناصور بيلاقي هنري بيض الديناصور، فبياخد بالإبرة العينة الثالثة من واحد من البيض.
بهالوقت الديناصور بوصل لوكره، فبتحاول زورا وهنري إنهم يتخبوا يبعدوا عن الديناصور اللي بيحاول يموتهم. وساعتها القبطان بيعمل صوت من برا عشان الديناصور يطلع له، فعلا بيطلع له، وبينادي القبطان على دانكن وكريبس يسحبوه بالحبل بسرعة ويطلعوه. بس الحبل وقتها بشد هنري بوقعه من فوق، بس لحسن حظه بوقع بالمي، وبنزلوا كلهم من فوق وبحطوا العينة الثالثة اللي جمعوها بالشنطة وبتحركوا. بهالوقت بتكون عيلة روبن بالقارب المطاطي وبجدفوا بالمي الضحلة وبسيبوا القارب وبيمشوا باتجاه المختبر. وبنفس الوقت بوصل الفريق لمكان المختبر، وبتلاحظ زورا أثر أقدام، فبتعرف إنه عيلة روبن قرابة من المكان وبتنادي عليهم. وبحكي لهم كريبس ساعتها إنه ما عندهم وقت وما بيكون بده إنهم يدوروا عليهم، بس زورا بتكون مصممة تدور عليهم وبتناديهم لحد ما بيلاقوهم. وأول ما تريزا بتشوف كريبس بتعصب وبتحكي له إنه هو كان رح يموتها على المركب، بس كريبس بكون ماسك مسدس بإيده وبنكر إنه حاول يموتها وبيتهمها إنها بتكذب. وباخد شنطة العينات من زورا وبيعرفهم إنهم رح يستنوا طيارة الهليكوبتر توصل عشان تاخدهم من على الجزيرة وترجعهم من دون ما تصير مشاكل. وفجأة المكان بنور لأنه المولد الكهربائي بيشتغل بنظام آلي وبنور المكان لما بصير ليل. وبتظهر الديناصورات بالمكان فبيحاولوا يهربوا بسرعة. وبتدخل عيلة روبن لسوبر ماركت مهجور وبسكروا الباب عليهم. أما هنري ودانكان فبدخلوا للمختبر وبسكروا البوابة عليهم. وبيقدر واحد من الديناصورات يدخل السوبر ماركت من خلال نظام التدفئة، وبتكون عيلة روبن متخبيين وهو بدور عليهم. وقتها روبن بينتبه إنه في بلاعة بتنزل فيها المي، فبيفهم إنه في أنفاق تحت، فبينزلوا قبل ما الديناصور يوصل لهم وبيبلشوا يتحركوا بالممرات اللي تحت. وبنفس الوقت دان كان هو بالمختبر بيعرف إنه في أنفاق تحت الأرض، والأنفاق هاي بتوصل لقارب مجهز للطوارئ على شط الجزيرة. أما كريبس بهالوقت بسوق سيارة وبتحرك فيها وبهرب لحاله وبسيب زورا، فبتتخبى زورا بسرعة وبتشوف ساعتها ديناصور بدخل من بلاعة الصرف للممرات اللي تحت الأرض، فبتتحرك زورا بسرعة وبتدخل وراه لأنها بتكون سمعت صوت عيلة روبن بالممرات. بالأثناء هاي بحاول هنري يجذب انتباه الطيارة بضرب شعلة نارية عشان يشوفوه، بس للأسف الطيارة وهي بتهبط بهجم عليها ديناصور بدمرها. وبعدها بلحظات بسمع دانكان صوت عيلة روبن وهم تحت بالنفق، فبخلي هنري ينزل بسرعة للنفق، وبنزل هو كمان بتخبوا من الديناصور. وبعرفهم دانكان إنه الأنفاق هاي بتودي لقارب الطوارئ وبتحركوا مع بعض. وبتكون زوري وقتها بتتحرك بالأنفاق وبتسمع صوتهم وبتشوفهم، فبتضرب النار بسرعة على الديناصور اللي وراهم، وبتحركوا بعدها باتجاه المخرج وبوصلوا للبوابة، بس بلاقوها مسكرة وما بيعرفوا يعدوا من خلالها. بس الطفل إيزابيل بتعدي من بين قضبان البوابة لأنه جسمها صغير، وبتروح عشان تفتح البوابة من برا. وساعتها بظهر ديناصور كبير بس ما باخد باله من إيزابيل وهي بتفتح البوابة. وبنفس اللحظة هاي بوصل كريبس بالسيارة اللي بسوقها، والديناصور بشوفه فبهجم عليه وباكله. وبتاخد زورا شنطة العينات وبتحركوا بسرعة باتجاه قارب الطوارئ، بس الديناصور بظهر وبقرب من إيزابيل. فدان كان ساعتها بشتت انتباه الديناصور بالشعلة وبجذبه عشان يروح باتجاهه. وفعلا بيروح الديناصور لدان كان فبنط بالمية وبعوم عشان الديناصور يروح وراه، وهيك بعطي إلهم فرصة يشغلوا قارب النجاة ويبعدوا فيه. وفعلا بيركبوا القارب وبشغلوه وبتحركوا ما بيلحقهم الديناصور وبيبعدوا عنه. وبتكون زورا زعلانة على دانكن اللي ضحى بحاله عشانهم، بس ساعتها بشوفوا شعلة بالسما فبفهم إنه دانكن هو اللي ضربها، وبدوروا عليه وبلاقوه وبكون لساته عايش، وبياخذوه معاهم على القارب وبمشوا من الجزيرة. ولما بتسأل زورا هنري لمين رح يسلموا العينات اللي معاهم، بعطيها هنري الخيار وبحكي لها إنه هي اللي تقرر لحالها، فبتقرر إنها تعطي العينات للكل ومش لشركة خاصة زي شركة كريبس عشان الكل يستفيد منها. وبشوفوا سرب من الدلافين بيسبحوا مع القارب فبكونوا مبسوطين لأنهم نجوا وبحسوا بالرضا وبخلص الفيلم. وبس والله، ولو عجبك الملخص واستمتعت بالقصة لا تنسى تضغط اللايك وتشترك بالقناة ليوصلكم كل جديد. بنشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.